شركة النيل ما بتهزرش، ودايما بقولها في كل فيديوهاتي. من سنتين جيت وصورت لي حضراتكم أول صبة خرسانية بتتعمل في شريط الأبراج السياحية على محور بن زايد على النهر الأخضر بعد اكتمال الهيكل الخرساني لمشروع 31 نورث. بصور لحضرتك دلوقتي من الدور ال25 عشان أفرج حضرتك على المشروع اللي حضرتك هتستثمر فيه. ليه شركة النيل وليه 31 نورث؟ أول نقطة ودي المفاجأة الكبيرة جدا، إن مشروع 31 نورث شركة النيل بنته بالكامل من فلوسها. عشان كده هتلاقي دايما إن أنا بقول إن شركة النيل ما بتهزرش، وده فعلا كلام حقيقي بنلمسه باستمرار. الحاجة التانية إن الشركة عملت تطوير بالكامل لاشتراطات التشغيل عشان شهادة الليد، ودي اللي هتفرق مع المستثمرين، ودي اللي هتفرق أكتر في التشغيل. دايما أقول إن سهل إن المطور يبني، ولكن الأصعب إن المطور يشغل. طيب الشركة عملت تطوير كامل، عدد الأسانسيرات في الدور من 10 أسانسيرات وصل دلوقتي ل 14 أسانسير. عدد الأدوار الخاصة بالباركينج الشركة طورته من 3 أدوار ل4 أدوار عشان شهادة الليد. طب ليه 31 نورث؟ عشان حضرتك هتيجي وهتعاين مكتبك وتدخل مكتبك استلام سنتين متشطب، والشركة ضامنة لحضرتك من أول سنة في التشغيل ضامنة لك 10% إن ده هيدخل لحضرتك كحد أدنى من التشغيل ومن الإيجار. طب بالنسبة للسعر، لو حضرتك هتدخل مشاركة مع شركة النيل في 31 نورث السعر بيبتدي من 7 مليون ونص بمقدمات 10% والبيع على 5 سنين و6 سنين. أما لو حضرتك هتيجي وتفتح مقر للشركة بتاعتك المساحات بتبتدي في 31 من 100 متر ل 3000 متر، وسعر المكتب بيبتدي من أول 25 مليون، برضو بندفع 10% والبيع على 5 سنين أو 6 سنين. لو مهتم بالمرحلة الثانية لسه في فرصة إن حضرتك تكسب زي المستثمر اللي اشترى عن طريق إسلام الشاعر، والحمد لله كان ترشيحي ليه في محله، كسبوا مكاسب كبيرة جدا. تقدر إنك تشتري في المرحلة الثانية، ولسه في المرحلة الثالثة والرابعة. في نفس الوقت هنشرح لحضرتك الفرق ما بين 31 نورث ونايل بيزنس سيتي اللي بيتبني برضو دلوقتي إحدى مشروعات شركة النيل، وباقي المطورين اللي موجودين في العاصمة كلها. ودايما هتلاقي اللي هيكلم حضرتك من سكن هو دارس سوق العاصمة وعارف مين الشركات اللي هتكسب فيها مكسب حقيقي وليس على الورق، وعارف مين الشركات اللي استحالة حضرتك تكسب فيها. اضغط على لينك الواتساب، هنكلم حضرتك، هنسكن حضرتك في 31 نورث، هتعاين مكتبك معانا متشطب، واكون دايما باذن الله عند حسن ظنكم انا وفريق المبيعات معانا. هسيب حضرتك عشان تتفرج على المشروع اللي هتستثمر فيه.